لحد امتى هتفضل لسه تايه ومش عارف تحقق اهدافك صح؟ انا عارفه احساس انك كل فتره تقول السنه دي مختلفه، هبدا بجد، وتفضل متحمس اسبوع وبعدها كل حاجه تقع، وتقعد تسال نفسك هو انا ليه مش بعرف اكمل؟ الحقيقه ان المشكله مش في ارادتك، المشكله في الطريقه اللي بتختار بيها اهدافك من الاساس. العقل البشري وده مثبت علميا ما بيتعاملش كويس مع اهداف كبيره وغامضه زي عايز انجح أو عايز أكون أحسن. هو محتاج يشوف خطوات واضحة ومكافأة قريبة. يعني لو قلت عايزة أتمرن كل يوم، المخ هيترجمها لتعب ومجهود ومفيش نتيجة دلوقتي. لكن لو قلت هتحرك 10 دقايق بس النهاردة، المخ هيحس بالإنجاز، فهيديلك الدوبامين اللي يخليك تكمل. عشان كده أهم خطوة في تحقيق أي هدف إنك تختار هدف حقيقي ليك انت، مش للناس، مش عشان تثبت نفسك، لكن عشان تعيش اللي يناسبك. وساعتها اعمل الآتي: أول حاجة، حول الهدف الكبير لخطوات صغيرة يوميا. تاني حاجة، كل خطوة حققتها كافئ نفسك عليها. تالت حاجة، لو وقعت ما تلغيش الهدف، عدل الخطة. الاستمرارية أهم من الكمال. اللي يكسب في الآخر مش اللي بدأ صح، اللي مكمل حتى وهو تعبان. لحد امتى هتفضل لسه تايه ومش عارف تحقق اهدافك صح؟ انا عارفه احساس انك كل فتره تقول السنه دي مختلفه، هبدا بجد، وتفضل متحمس اسبوع وبعدها كل حاجه تقع، وتقعد تسال نفسك هو انا ليه مش بعرف اكمل؟ الحقيقه ان المشكله مش في ارادتك، المشكله في الطريقه اللي بتختار بيها اهدافك من الاساس. العقل البشري وده مثبت علميا ما بيتعاملش كويس مع اهداف كبيره وغامضه زي عايز انجح أو عايز أكون أحسن. هو محتاج يشوف خطوات واضحة ومكافأة قريبة. يعني لو قلت عايزة أتمرن كل يوم، المخ هيترجمها لتعب ومجهود ومفيش نتيجة دلوقتي. لكن لو قلت هتحرك 10 دقايق بس النهاردة، المخ هيحس بالإنجاز، فهيديلك الدوبامين اللي يخليك تكمل. عشان كده أهم خطوة في تحقيق أي هدف إنك تختار هدف حقيقي ليك انت، مش للناس، مش عشان تثبت نفسك، لكن عشان تعيش اللي يناسبك. وساعتها اعمل الآتي: أول حاجة، حول الهدف الكبير لخطوات صغيرة يوميا. تاني حاجة، كل خطوة حققتها كافئ نفسك عليها. تالت حاجة، لو وقعت ما تلغيش الهدف، عدل الخطة. الاستمرارية أهم من الكمال. اللي يكسب في الآخر مش اللي بدأ صح، اللي مكمل حتى وهو تعبان.